السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل الباتيه بطريقة سهلة جدا بدون عجينة ترويق وبدون زبدة ترويق. كل الكمية دي كلها بمعلقة زبدة واحدة بس. ايوه، بمعلقة زبدة واحدة بس وطلع طري معانا وهش كده ومورق كمان. بطريقة اسهل من كده مفيش. وفري ودبري واعملي كل حاجة في بيتك لاولادك. كل ده بنص كيلو دقيق ومعلقة زبدة. قول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصا وجهك الكريم، وتجعل الناس منا شيء ولا شيطان منا نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي جميل بيسعدني. شايفين الترويقه جميله ازاي، والحشو جواها الجبنه رائعه جدا، ما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا كلفتنا اي حاجه. يلا بينا عشان نشوف الجمال والحلاوه دي اتعملت ازاي، ونشوف مقاديرنا النهارده، ونعمل احلى باتيه لاولادنا في المدارس في اي وقت، وخزنيه في الفريزر لاي خروجه، في وقت عشاء، في فطار، في اي وقت. يلا بينا بقى عشان نشوف مقاديرنا النهارده ونشوف الجمال والحلاوه دي اتعملت ازاي. اول حاجه في مقادير، انا معايا كوبايه من الميه، دي ميه فتره. وهنزل معايا بكوبايه من الحليب. معايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من السكر. هقلبهم كده مع اللبن بتاعي وابتدي اقلب كويس. طبعا انا مستخدمه الخميره دي قبل كده وعارفه ان هي نوعها كويس. لو انت اول ما تستخدمي الخميره لازم تغطي كده اللبن شويه لحد ما تشوفي ان الخميره فارت معاكي وتفاعلت كده معانا، تعرفي ان هي ناجحه عشان ما بوظتي وصفتنا. هبتدي انزل كده بمعلقتين كبار من الدقيق واقلب كده بالمضرب السلك اليدوي. عايزه اقول لكم الطريقه دي احسن من العجان، الناس اللي ما عندهاش عجان. انا حبيت بس او النهارده من غير ما اعجنش بعجان واعجنها بايديا كده، واوريكم طريقه سهله جدا اللي معايا. نزلت كده بشويه دقيق كده مش كتير، حوالي 4 أو 5 معالق، زي يعني مش الكميه كلها، انا هنزل بس بنص كميه الدقيق. وانزل بالمضرب السلك كده بايديا كده واضرب بقى دقيقه دقيقتين. قلبي كده واضربي لحد ما الجلوتين يطلع من الدقيق بتاعك ويتجانس معانا، عشان كل ما تعجني كده في الاول هترتاحي بعد كده، مش هتتعبي في العجن. عشان الدقيق بتاعك بعد كده العجينه ما تشدش معاكي وتكون مرتاحه معاكي وتكون طريه وبتمط معانا. طبعا بنتي لازم تقعد تساعدني. نزلت بمعلقه من الملح، معلقه صغيره كده من الملح. وابتدت بقى ليلى تساعدني في التقليب، طبعا مش عارفه اتقلب، فابتديت اقلب كده معاها واساعدها. اهم حاجه نص كميه الدقيق تضربي كده فيها من دقيقه لدقيقتين لحد ما تتاكدي ان الجلوتين طلع. شكرا بقى للمضرب السلك بقى ومساعدتك. وابتدي اشتغل بايديا. هنزل بربع كوبايه من الزيت وابتدي اقلب بايديا وانزل الدقيق واحده واحده بقى، واحده واحده لحد ما نوع الدقيق بتاعك ياخد معاكي. طبعا انتوا عارفين كل نوع دقيق بيختلف اكتساب السوائل، يعني ممكن يوصلوا نص كيلو، ممكن نص كيلو الا معلقه، ممكن نص كيلو معلقه او معلقتين على حسب ما تيجي معاكي. زدت بالمقدار بتاعي نص كيلو الدقيق بتاعي كده، وابتدي اقلب لحد ما يتجانس معايا وتكون معايا عجينه طريه. انا عايزه عجينه طريه بتلزق بس مش بتطلع في ايدينا. خلصت كده، جبت مسحه زيت صغيره كده وفضلت اعجن بقى في العجينه بتاعتي عشان ما تلزقش في ايديا، وانضف الطبق بتاعي كمان من العجين اللي لازق فيه. قلبت كده كويس جدا معايا، ما خدتش معايا وقت. المضرب السلك ساعدني في الموضوع ده، فخلى العجينه تبقى معاكي طريه. وتقدري كمان نشيل كمان كده الحاجه وننزل على الرخامه بتاعتنا او الكاونتر بتاعك وتعجني عجينتين زي ما انا هقولك ازاي تعجنيها. لو ما عرفتيش تعجني، شايفه العجينه بتلزق ازاي بس مش بتطلع في ايديا. ايديا نضيفه والطبق بتاعك نضيف كمان معايا. هبتدي انزل على الرخامه بتاعتك، بس هوريكي ازاي تقدري تعجني تدي العجينه مطه عشان تبقى مريحه معاكي. زي ما انتم شايفين بشد العجينه رايح جاي كده، وما خدتش وقت معايا لانها طبعا خدمها كويس بالمضرب السلك في الاول، فما تعبتنيش معايا. هخلص عجينتي واحطها في الطبق واغطيها في مكان دافي لحد ما تخمر. في ما شاء الله العجينه معايا طريه جميل ازاي، ملزقه بس مش بتطلع في ايديكي، مخدومه كويس وبتمط معانا ومريحه. هغطيتها بقى وسبتها لحد ما تخمر. ما شاء الله شايفين حجمها بقى عامل ازاي، متضاعف ازاي. هضغط عليها وانزل الهواء منها وابتدي اخد بقى جزء من العجينه. شايفين طريه معايا ازاي، بتمط ازاي. شدي براحتك بقى، احنا خادمينها كويس فمش هتتعب معانا ومش هتمط ولا اي حاجه. خدت جزء من العجينه كده وانزل بقى على الرخامه بتاعتي، رشه زيت، رشه دقيق، اي حاجه تقدري تفرديها كمان من غير حاجه هتفرد معاكي. اديت رشه دي كده وابتدي افرد بقى بالمردانه بتاعتي او بالنشابه او بالفراده، اي حاجه اللي بتحبيه والاريح بالنسبه لك اعملي. شايفين العجينه طريه معايا ازاي وبتفرد معايا ازاي. هبتدي افردها على شكل مستطيل كبير معايا. عايزاه سمكه كده 2 سنتي كده، مش عايزاه تخين ولا رفيع، عشان لما نلف كده الطبقات بتاعت الباتيه تبقى مورقه من جوه كده، لان هو طبعا هيخمر معاكي ويتضاعف حجمه كمان.
زي ما انتوا شايفين كده شفرتها على شكل مستطيل كده. لو ابتدي بقى بقطعه البيتزا اسوي الحروف بتاعتها كلها كده عشان تبقى متساويه معاكي، ولمي بقى الحروف دي وعجنيها تاني وحطيها عشان نبتدي نفردها تاني. شايفين بقى انا هوريكم السمك كمان بتاعها ازاي والطريقه بتاعتها. لمينا كل كده الحروف بتاعتنا. وطبعا انا هستخدم في الحشوه بتاعتي جبنه اسطنبولي او جبنه خزين، تكون جبنه متماسكه قديمه كده، اللي هي مش الجبنه الدبل كريم الطريه، تكون جبنه ناشفه. عجنت كده بقيه العجينه اللي طالعه معايا احطها على جنب عشان ابتدي افردها تاني. كده عجينتي خلاص جاهزه كده. ابتدي تقطعيها بقى على حسب الباتيه اللي انت عايزاه، عايزه حجمه كبير عايزه صغير زي ما انت عايزه. جبت مسحه زبده بقى كده في ايديكي بايديكي، عايزه تعملي فرشه زي ما انت عايزه، بس انا بحب امسح بايديا كده احسن من الفرشه. الفرشه بتهدر كتير وبتدي كميه كبيره. انا عايزه الباتيه يكون بتاعي يكون واخد نسبه الدسم او الزبده بتاعته ما تبقاش كتير، تبقى نسبه بسيطه خالص كده، ما يبقاش فيه نسبه دسم عاليه جدا. قطعت الباتيه بتاعي، انا كنت عايزاه زي ما الحجم اللي انتوا شايفينه في اول الفيديو. لو عايزه كبير تقدري تكبري، لو عايزه اصغر من كده ميني باتيه. انا كنت عامله فيديو للميني الباتيه زي بتاع المخابز بالظبط يطلع معاك ازاي، لو حابه تشوفيه موجود عندك. انا جبت بقى الجبنه اللي هي الدمياطي الخزين دي الناشفه معايا، وابتدي احط جزء كده في كل واحده فيها. طبعا عايزه تعمليها بالجبنه النستون زي ما انت عايزه، انا بحبها بالجبنه البيضه القديمه دي، بتبقى درجه الملح فيها طعمها حلو، تبقى زي الايه، زي الويتش بتاع دومتي كده، بيبقى طعمه حلو جدا معانا. هبتدي كده وزعت الجبنه بتاعتي على كل قطع الباتيه. عايزه اقول لكم ما خدش وقت معايا خالص في اللف ولا الكبس، انت فردتي واحده وخدت معاكي الكميه كلها كده، فما خدتش معانا وقت وانت بتفردي كله مره واحده. شايفين انا بلمها ازاي عشان الجبنه ما تطلعش معايا في الفرن؟ بلمها ازاي؟ وبعد كده ببتدي الف بقى عشان دي بقى اللي هتديكي التويقه من جوه بقى بتاعه الباتيه. كل ما هتلفي كل ما هتديكي تويقه اكتر. قفلي من تحت كده كويس عشان ما يتفتحش معاكي، لان هو لسه هيخمر. كل اللفات دي كلها هتبقى التوهيق بتاعه الباتيه من جوه. هبتدي اقفل كده الجبنه، بحب اوريكم تاني كده، واضغط عليها كويس وابتدي ابرم والف. قفلي على الجبنه من الحرفين كده، خبيها عشان خاطر ما تطلعش معانا وهي في الفرن. كل اللفات دي هتبقى في التوهيق معانا. وقفلي من تحت عشان خاطر لما هيخمر يضاعف حجمه ويتحط في الفرن ما يفتحش معاكي. لفيت كده زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هبتدي احطها في الصينيه بتاعتي. كل الباتيهات او كل المعجنات بتحب درجه الحراره العاليه، هحطه على درجه حراره 200. هياخد معايا 10 دقايق بالظبط وهيطلع معاكي احلى باتيه. واقول لكم دلوقتي هندهن وشه بايه عشان يدينا اللون الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. قفلت كل الباتيهات بتاعتي كده وابرمها واخلص كل كميتي كلها. هبتدي ارص بقى كل حاجتي في الصينيه بتاعتي كده، واسيب مكانها مسافات لان انا هسيبها تخمر، فهيضاعف حجم دلوقتي الباتيه معايا. شايفين انا سايبه مسافات ما بين كل واحده وواحده قد ايه. هبتدي بقى اغطي بعد ما اخلصها، ابتدي اغطيها عشان اسيبها في مكان دافي تكمل بقيه الخمر بتاعها. كده خمرت مره، اول مره في العجينه، تاني مره خمرت في الصواني بتاعتنا عشان تدينا الحجم اللي احنا عايزينه. خلصت بقى كل كميتي كده الصواني بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وجبت صفار بيضة عليها معلقه من اللبن ومعلقه من الزيت، وقلبتهم كويس ودهنت بيهم وش الباتيه بتاعي. رشيت بقى عليها رشه جبنه تركي، على رشه زعتر، او تحطي سمسم، تحطي حبه بركه اللي انت عايزاه. انا طبعا عملت الجبنه بجبنه رومي على رشه زعتر كده، وحطيت كمان حبه البركه والسمسم. كان رائعه جدا، ده اللي هو الزعتر السوري، بيدي ريحه حلوه جدا وطعم جميل جدا. حابه كمان تغيري في الحشوات تقدري تعلميها بالرشه اللي انت بتحطيها. شايفه بعد ما خمر وكبر حجمه تضخم حجمه ازاي، وعمل توريقه ازاي وطري من جوه وهاشش جدا وخفيف جدا. تخيلي الكميه دي كلها من نص كيلو دقيق، يعني ده عمل اكتر من كيلو ونص من الباتيه. شايفين عامل ازاي مورق من جوه. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم، ومستنيه تعليقاتكم وتطبيقاتكم تقولوا لي ايه رايكم في وصفه النهارده. واشوفكم في فيديوهات تانية. اقول لكم استودعكم الله الذي